السلام عليكم. البطل ديال الحلقه ديالي اليوم مغربي ولد فاس، عالم ولد عالم، قال عليه رجل في امه وامه في رجل. راه في المغرب، سوريا، سويسرا وحتى في ميريكان. طاج في السويد، عاش وخدم في ميريكان، في السعوديه، وتعامل مع الجمعيات والجامعات الاسلاميه تقريبا في جميع دول العالم. مشى كمل حياته في اسبانيا فين كان كيحاول يرجع الاسلام للاندلس وكيحاول يرجع للمسلمين القيمه ديالهم في امريكا وفي اوروبا. خدا الماستر ديالو في الهندسه الكهربائيه وقال نمشي نكمل قرايتي في الطاقه النوويه. فعلا دوز فيها 6 شهور، ولكن من بداو كيبانوا ليه الاسرار والخبايا ديال داك الدومين تنادم معاه الحال وما بقاش بغى يكمل فيه، ومشى كمل في الطاقه الشمسيه وهندسه البلازما اللي خدا فيهم الدكتوراه ديالو، وهو مازال ما كملش حتى 25 عام. شخصيتنا اليوم كان تقني، مؤرخ، عالم، باحث، مؤلف وحتى شاعر. كان كيتقن 4 اللغات وكان كيدوي وكيفهم ب5 اخرين. خلى لينا اكثر من 200 مصنف اللي ليومنا هذا باقين شي وحدين منهم كيتقراو في جامعات كبيره في امريكا واوروبا. من الاخر خلى البصمه ديالو في الكره الارضيه وكان شرف للعرب المسلمين في العالم كامل. وبكل صراحه ما غتقدنيش عليه لا حلقه ولا جوج، ولكن غنحاول ما امكن ما نساليكم عليه حتى شي حاجه. قصة حياته خاصها تدرس الأجيال، وقصة الوفاة ديالو غامضة وبلا قياس. خليكم معايا حتى الاخر الا بغيتو تعرفوا شكون هو شهيد مبيعات الاسلام في الاندلس، كيفاش كانت حياته، علاش كان عنده اعداء وكان كيتحارب وكان كيتهدد بالتصفيه، وكيفاش كانت النهايه ديالو. الله يرحمه. سير على الله. بروفيسور علي بن المنتصر الكتاني تولد في فاس في حومة مجمع الدولة في 27 سبتمبر 1941. من صغره هو عارف امور الدين، حيث الاب ديالو كان هو العلامه محدث الحرمين الشريفين محمد المنتصر الكتاني. صغره كان كيتحول بزاف مع دارهم بحكم الخدمه ديال باه. في الاول مشاو من فاس لسلا، وتما كان باه دخلوا الكتاب باش يتعلم يحفظ القران ويتعلم امور الدين، وفي نفس الوقت كان دخلوا لواحد المدرسه عصريه باش يتعلم العلوم القديمه والجديده في نفس الوقت وما تفوتوا حتى شي حاجه. من بعد كانوا تحولوا ثاني لطنجة وجلسوا فيها شي 2 ولا 3 سنين، ومن تما تحولوا ديريكت لدمشق في سوريا بسبب شي ازمات كانت تعرض لهم الاب ديالو. المهم الولد كان كيقرا مزيان وما لقاش مشاكل، كمل قرايته تما. من بعد خدا البكالوريا ديالو في العلوم الرياضيه باللغه الفرنسيه في سنه 1958، وفي نفس العام خدا حتى البكالوريا ديالو باللغه العربيه من المدارس السوريه في دمشق. هذه الفتره كامله كان باه عزيز عليه يديه معاه المجالس العلميه والدينيه باش يشوف المشايخ ويشوف العلماء ديال الدين ويتعلم منهم بزاف د الحوايج. وفعلا الولد كان كيعجبو الحال وكان كيستانس بزاف. مورا الباك ديالو بغى يمشي يكمل القرايه ديالو في سويسرا، وباه ما منعوش، قال لي شوف ولدي انا حاولت انني نعلمك ونخليك ديما غادي في واحد التعليم ديني وتكون عندك واحد التربيه دينيه مزيانه. دابا راك كبرتي ووليتي قادر تكلف براسك وقادر تختار لراسك، كنتمنى ما تندمش شي نهار على الاختيار ديالك وتقدر دير اللي بغيتي. فعلا علي الكتاني مشى كمل قرايته في لوزان في معهد بوليتكنيك واختار التخصص ديال الهندسه الكهربائيه. في نفس الوقت كان كيمشي يدير ستاج ديالو في معامل المعادن في السويد. من بعد غياخد الماستر ديالو سنه 1963 وقرر باش يكمل نيت قرايته في لوزان، ولكن هذه المره يدير الطاقه النوويه كتخصص. داكشي اللي دار، ولكن مورا 6 شهور في الطاقه النوويه بدا كيشوف الاسرار والخبايا ديال داك الدومين، الشيء اللي خلاه يتنادم مع الحال وقال هدا انا ما عندي ما ندير بهذا الدومين وباسراره وبهذا الشيء خطير ماشي هو هذاك، نبدل التخصص. وهنا بدا كيفكر باش يكمل الدكتوراه ديالو باللغه الانجليزيه، علاش لا، وبدا كيفكر انه يبدل حتى البلاد. فعلا داك الشيء اللي دار ومشى
الميريكان باش يكمل قرايته ويكمل الدكتوراه ديالو تما، وبدل حتى التخصص واختار انه يكمل في مجال الطاقه الشمسيه وهندسه البلازما. هذا الشيء كان بالضبط سنه 1964، ومشى ديريكت للمعهد بوليتكنيك في بروكلين، ومن بعد غادي يتحول لمعهد كارنيغي للتكنولوجيا في بيتسبرغ في ولايه بنسلفانيا، اللي سميتو حاليا كارنيغي ميلون يونيفرسيتي، واللي غادي يكمل فيه الابحاث ديالو، وغيبقى حتى ياخذ منه الدكتوراه ديالو في ذبذبات البلازما سنه 1966، واللي كانت في واحد المده قصيره اللي هي عام ونص، وغياخذ ديك الدكتوراه ديالو وهو مازال ما مكملش حتى 25 عام. مورا الدكتوراه ديالو جاوه بزاف ديال العروض ديال الخدمه في بزاف ديال الشركات مشهوره في امريكا وبزاف ديال الجامعات، ولكن هو غادي يختار انه يخدم كاستاذ مشارك في كليه الهندسه في بيتسبرغ، وغادي يختار كتخصص الهندسه الكهربائيه، وتما فين غادي يكتب واحد المجموعه كبيره من الكتب ديالو المشهورين، واللي ولاو كيتقراو من بعد ولاو كياخذوهم في الجامعات الامريكيه والاوروبيه كمراجع، واللي منهم تحويل الطاقه المباشر دايركت انرجي كونفرجن، وهندسه البلازما بلازما انجينيرين، الشيء اللي خلاه يأسس ما يعرف حاليا بهندسه البلازما. إضافة إلى واحد المجموعة كبيرة من الدراسات العلمية، يبدأ كيأسس في علم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة كبديل للطاقات اللي كتوسخ لنا البيئة بحال البترول والغاز الطبيعي. كلية الهندسة في بيتسبرغ غادي يبقى فيها حتى سنة 1968، من بعد غادي يخدم كأستاذ زائر في بزاف ديال الجامعات حول العالم وخصوصا في أمريكا، ومورا ما غادي ياخد الجرين كارد أو البطاقة الخضراء ديال الإقامة في أمريكا، وغادي يبداو حتى كيعرضوا عليه باش ياخذ الجنسيه ديالهم، غادي يعيط ليه بزاف وغادي يقول ليه شي هضره اللي اثرت فيه بزاف واللي بدلات المجرى ديال حياته. قال لي: ولدي، هذيك بلاد الكفر وانت كتخدم فيها، وقد ما بقيتي فيها وعلى المقام ديالك فيها فراك كتخدم غير في المصالح ديالهم، من الاحسن ترجع لبلاد المسلمين، وعلى الاقل هذا العلم ديالك يستافدوا منه المسلمين بحالك. من بعد هاد الهضره غادي يسمع كلام باه وغادي يمشي يقري في جامعه الرياض، ومن بعد غادي يمشي يولي استاذ في جامعه البترول والمعادن اللي سميتها دابا جامعه الملك فهد اللي كاينه في الظهران، واللي كان هو واحد من المؤسسين ديالها. وتما فين غادي يولي مركز على الخدمه في جوج ديال المجالات، مجال ديال العلوم التجريبيه وخصوصا الطاقه الشمسيه اللي غيدير فيها بزاف ديال الابحاث وبزاف ديال الابتكارات، وغيدير فيها بزاف ديال المؤلفات اللي منها الطاقه والتنميه والطاقه الشمسيه في العالم العربي، وبزاف ديال المؤلفات في هذا المجال. والمجال الثاني اللي هو علم الاقليات الاسلاميه، واللي كان هو المؤسس ديالو. اساس ما كان البروفيسور علي الكتاني مهتم بالطاقات المتجدده، كان هو اللي دار اول مؤتمر على الطاقه الشمسيه في المغرب سنه 1968، وكان هو اللي دار اكبر مؤتمر على الطاقه الشمسيه في مدينه الظهران في السعوديه سنه 1975. من بعد غادي يولي هو المدير العام للمؤسسه الاسلاميه للعلوم والتكنولوجيا، وغادي يبدا كيهتم بزاف بالتاسيس ديال الجامعات والمعاهد التكنولوجيه في العالم العربي كامل، واللي منهم الاكاديميه الاسلاميه للعلوم والتكنولوجيا والتنميه في الاردن. في 1975 غادي يرجع هو والعائله ديالو الامريكان، وغادي يمشي يقري كاستاذ زائر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، واللي كيتعتبر اعلى معهد في العلوم التجريبيه في العالم، وخصوصا في الفيزيك وفي الهندسه وفي التكنولوجيا. من بعد غادي يعاود يرجع لجامعه البترول والمعادن اللي غيبقى كيقري فيها حتى ل 1981، ومن تما غادي يتحول لجده. هذه الفتره كان كيحاول ما امكن انه يوفر منح دراسيه لاوروبا وامريكا الاغلبيه ديال التلاميذ باش يكون واحد الجيل متخصص في العلوم الحديثه في جميع المجالات. اما بالنسبه للدعوه الاسلاميه فكانت عنده في الدم من صغره. في الاول منين كان مشى لوزان في سويسرا كان عزيز عليه يجمع المسلمين ويجمع حتى الناس اللي ماشي مسلمين ويحاول يعرف بالاسلام، وكان عزيز عليه ياسس مراكز اسلاميه. في الوقت اللي مشى لامريكان داكشي اللي بقى كيدير، حاول انه ياسس مراكز اسلاميه تقريبا في جميع الولايات. وفي الوقت اللي رجع استقر في السعوديه كان الاب ديالو في ذاك الوقت هو المستشار ديال الملك فيصل، وكان في نفس الوقت مستشار
في رابطة العالم الإسلامي، الشيء اللي خلى الرابطة تصيفط البروفيسور علي الكتاني باش يدير لهم واحد الدراسات معمقة على الأقليات الإسلامية في العالم كامل. وداك الشيء اللي دار، وهاد الدراسات خلاته يعرف بزاف ديال الحوايج على الأقليات الإسلامية في أمريكا الجنوبية، في أستراليا، في أوروبا، وفي جنوب شرق آسيا. وفي ديك الفترة قدر يألف جوج من أهم المؤلفات ديالو، مسلمون في المعسكر الشيوعي، اللي دوا فيه على الحالة ديال المسلمين اللي كانوا كيعيشوا في الدول اللي كانوا في ذاك الوقت تحت لواء الاتحاد السوفيتي، وكتاب المسلمون في أوروبا وأمريكا اللي كان دوا فيه على الأقليات الإسلامية اللي كانت كتعيش في ذاك الوقت في أوروبا وفي أمريكا. وكان هو أول واحد يأسس اتحاد المراكز الإسلامية في أستراليا. البروفيسور علي الكتاني كان بطبيعة الحال مهتم بالأقليات الإسلامية في العالم كامل، ولكن من بين الدول اللي كان مركز عليها هي إسبانيا، حيث كان واحد من الأهداف ديالو هو يرجع الإسلام للأندلس. وفعلا غادي تجي واحد الفرصة من ذهب سنة 1972، الوقت اللي الملك فرانكو غادي يعيط للملك السعودية وغادي يقول ليه رحنا باغي نبيعو مسجد قرطبة، واش تشريه من عندنا. الملك فرانكو طرح عليه هذه الفكره ودار هذا العرض للملك السعوديه، حيت في ذاك الوقت كانت اسبانيا كتمر بواحد الازمه ماليه كبيره، فقالوا واش غنديروا ما نديروا، بان لهم غير ملك السعوديه في البلان. بحكم ان الاب ديال البروفيسور علي الكتاني كان هو المستشار ديال الملك في ذاك الوقت، فغادي يصيفطوا البروفيسور ديالنا باش يشوف الاوضاع ديال المسلمين في قرطبه في ذاك الوقت، ويشوف الحاله ديال ذاك المسجد، ويشوف واش غادي يديروا في هذه القضيه، واش يشريوه واش ما يشريوش. فعلا مشاو لقى داك الشيء اللي كان خايف منه. الاسلام تما تقريبا ما بقاش وغادي وكيتمسح ليه الاثار، وكانت هذه القضيه هي اللي خلاته يولي غادي جاي لاسبانيا ويولي كيدير تما المؤتمرات الإسلامية، اللي منهم المؤتمر الإسلامي الأوروبي سنة 1988 في إشبيلية. وكان ليه الفضل باش يخلي الصبليون يعترفوا بالإسلام كمكون أساسي للتاريخ والهوية الإسبانية، وخلى الحكومه الاسبانيه تعترف بالمسلمين ودير لهم بزاف ديال القوانين اللي كتضمن لهم الحقوق ديالهم. من بعد اسس حتى الجماعه الاسلاميه في الاندلس اللي لعبت واحد الدور كبير في انها ترجع الاسلام كديانه رسميه في اسبانيا، وتدخل بزاف ديال الناس للاسلام. وكان الدكتور علي الكتاني كيحرص على انه ينظم بزاف ديال المنح والبعثات لجامعه القرويين، لجامعه الازهر، للجامعات الاسلاميه في ماليزيا وباكستان، لدوك الدعاة الصبليون اللي كيبغيو يمشيو يتعلموا الدين على حقه وطريقه ويرجعوا يبلغوا الدعوه في اسبانيا. من بين اهم الانجازات اللي دار البروفيسور علي الكتاني في اسبانيا كان هو بناء الجامعة الإسلامية الدولية اللي تسمات جامعة ابن رشد، واللي تبنات في قرطبة اللي كانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية في الأندلس. هذا الحدث بطبيعة الحال دوا عليه الإعلام الإسباني بزاف، حيث كانت هذه الجامعة هي والمسجد ديالها هي أول جامعة يعودوا يبنيوها المسلمين في الأراضي الإسبانية مورا 500 عام من سقوط غرناطة. في هذه الفترة الدكتور علي الكتاني دار بزاف ديال المؤلفات على الإسلام في الأندلس، اللي منهم كتاب الصحوة الإسلامية في الأندلس جذورها ومسارها، ومنهم كتاب انبعاث الإسلام في الأندلس اللي كانت ترجماته الابنة ديالو ملكة الكتاني من بعد للغة الإسبانية. من غير العلوم التجريبية وعلم الأقليات الإسلامية، العالم ديالنا كان كيهتم حتى بعلم الأنساب وبالتراث الصوفي، وكان كيكتب فيهم بزاف وخلى لينا بزاف ديال المؤلفات في هذا المجال. ومن غير هذا الشيء كامل، الناس اللي عاصروا كيعاودوا عليه انه كان اجتماعي بزاف، ضحوكي عزيز عليه يعاون الناس، وكانوا عزاز عليه بزاف المجالس العلميه. من بعد كاع هاد الانجازات اللي وصل ليهم والمكانه العلميه اللي وصل ليها، فكان طبيعي انه يولي عنده بزاف ديال الاعداء، اللي كان كيقول ان منهم حتى دول عربيه اللي كانوا كيهدوه باش يهدموا ليه ديك جامعه ابن رشد اللي بنا ويديروا في بلاصتها مدرسه ابتدائيه، ومنهم دول اوروبيه اللي ما كانش عاجبهم المكانه العلميه اللي وصل ليها
كعربي والدعوه الاسلاميه اللي كيدير في اوروبا، وفي نفس الوقت كان عنده واحد العدو مباشر اللي هو اليمين المتطرف الاسباني، اللي كانوا ديما كيصيفطوا ليه رسائل وكيهدوه باش يمشي بحاله، وكيقولوا ليه ان اسبانيا بلد نصرانيه ماشي بلد الاسلام. ترجع بحالك لبلادك ودير الدعوه في بلادك الا بغيتي ديرها.